السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم رانيا من قناة احدث الطرق والوصفات. فيديو النهاردة يا بنات انا جايبه لكم ازاي نعمل الشاور الجل، صابون السائل الاستحمام، بطريقة سهلة جدا وهيوفر معاكي كتير جدا. تخيلي لما تروحي تجيبي صابون السائل للشاور او كده بيبقى غالي قد ايه. لا انا هقولك تعمليه بصابونة واحدة بس، وهيقطع معاكي حوالي لتر ونص من الصابون الشاور الجميل جدا جدا، ريحته جميله جدا. الطريقه سهله جدا يا بنات. اول حاجه هتجيبي اي صابونه، في صابونه اهو قدامي، انا هاخد الصابونه اللي انتي او اللي انا بحبها، وبعدين هتعملي هاخد صابونه من دول، هاخد صابونه اللي هي لوكس، اي نوع انتي بتحبيه هتجيبي. هاخد الصابونه اللي زي كده، وهتجيبي مبشره، اي مبشره تكون عندك، سوري يا بنات، وهتبتدي طبعا تبشري الصابونه بتاعتك. سهل جدا، شايفين بتتبشر بمنتهى السهوله. بعد ما هبشرها كلها الصابونه، لو انت حابه تجربي ممكن بس تجربي بنص صابونه، ولو عجبتك الطريقه ممكن ترجعي وتعملي زي ما انت عايزه. هتبتدي كده تبشريها، وهرجع لكم بعد شويه هوريكم انا عملت ايه. رجعت لكم يا بنات وخلاص كده انا بشرت حوالي نص الصابونه، مش عايزه اكتر من كده، هتطلع معايا كميه كبيره جدا. وعايزه اقول لك كمان ممكن تعملي الصابون اللي هي بواقي الصابون، بدل ما بتترمي وما بتعرفيش تعملي بيها ايه تعمليها بزي. اهم حاجه ان انت تبشريها بالمبشره بالطريقه دي وتبقى معاكي ناعمه. اهم حاجه انك تبشريها، ويا ريت تستعملي كمان بواقي الصابون، مش شرط انت تاخدي صابونه جديده وتعمليها، يعني تتخلصي من بواقي الصابون بطريقه حلوه جدا. كمان بقى بعد كده هتعملي ايه بقى؟ هتجيبي حاجه بس تكون يا بنات معدن، يعني ايه زي كده، تمام، وتحطي فيها الصابون. هناخد كمان دي خلاص. طبعا يا بنات زي ما انتم شايفين لازم تحطوا في حاجه زي كده معدن، يعني ما تحطيش في حاجه تكون بلاستيك، لا مش هينفع خالص. بعد كده بتجيبي ايه؟ دي الصابون المبشور، وزي ما قلت لك لو عندكي صابون بواقي صابون اعملي الطريقه دي، هتبقى تحفه وهتبقى روعه. بعد كده بتجيبي ايه؟ هنجيب ميه سخنه بتغلي زي ما انت شايفه كده معايا، هناخد 4 كوبايات ميه بتغلي على نص الصابونه. شايفين يا بنات؟ 4 كوبايات، واحد، ديك اتنين، كده 3، كده يا بنات 4 كوبايات من الصابون من المية المغلية كده، تمام. بعدين هتعملي ايه؟ هتجيبي معلقة وتبتدي طبعا تدوبي الصابون ده خالص خالص. شايفة يا بنات؟ هتجيبي مضرب وتدوبي كده بحيث ان الصابون ده يدوب خالص. ده انا مش بستعمله يا بنات، بستعمل الحاجات اللي زي كده في الصابون. تبتدي تحاولي خالص يعني ايه، ما تخليش فيه اي صابون، ان الصابون ده يدوب خالص خالص. بيطلع والله يا بنات معاكي صابون شاور للجسم، مش عايزه اقول لك قد ايه رائع، وقد ايه بيرغي، وقد ايه ريحته حلوه. بتدوبي كده كده، شايفين ابتدى يعمل رغوه من دلوقتي، يعني ده نص صابونه او اكتر شويه، وعليهم 4 كوبايات ميه مغليه. ابتدي كده. بعد كده لما هيدوب خالص خالص معانا الصابون هتسيبيه لمدة 4 ساعات، وبعد ال4 ساعات انا هرجع لك واوريك هنعمل ايه. طبعا ايه، هو هيجمد معايا خالص. تبتدي تدوبي كده في حدود 10 دقايق بحيث كل الصابون يدوب مع المية المغلية. يا بنات شكله، انا هرجع لكم بعد 4 ساعات وهوريكم شكله بقى ايه، وهرجع لكم بعد شويه. هسيبكم يا بنات ومع السلامه، هرجع لكم بعد شويه. ورجعت لكم تاني يا بنات بعد 4 ساعات كاملين، بحيث هوريكم انا عملت ايه في الصابون السائل اللي انا عملته، صابون الايدي الرائع الجميل اللي ريحته حلوه الموفر. زي ما انت شايفه كده معايا، لو انت فاكره الصوره الاولانيه اهو يا بنات شكله بقى ايه. لو انت كده بصي بقى عامل ايه، بقى جامد جدا. شايفه؟ دوسي كده عليه هيبقى جامد جدا.
بعد كده هنعمل ايه بقى؟ شايفين منظره؟ هتعملي ايه؟ هتبتدي طبعا بتربيه مره تانية طبعا بالطريقه دي. بس اول حاجه هحط له كوبايه ميه سخنه تاني علشان يرجع سايب مره تانية. شايفين الميه السخنه دي؟ كوبايه كمان. بعدين هتبتدي تفكيه. هنجيب معلقه تكون جامده شويه، تبتدي كده تقلبيه مره تانية، وبعدين هيفك ويرجع معاكي حلو مره تانية. شايفين يا بنات؟ جبت مضرب السلك، بتجيبي مضرب السلك بتضربي بالطريقه دي. شايفين شكله؟ احلى صابون سائل لغسل الايدين، وتستحمي طبعا بيه، رائع جدا جدا. شايفين شكله؟ بعدين هجيب نص ماء ورد وبتحطيه كده. ده ماء ورد يا بنات عشان ريحته تبقى احلى واحلى. كده انا عملت، شوفي، نص صابونه عملت كميه كبيره قد ايه. بعدين بتعملي ايه؟ بتجيبي، شايفين شكله رائع جدا يا بنات وحلو جدا وريحته جميله بتجنن. هتعملي ايه بعد كده؟ هتجيبي اللي هي علبه زي كده، هنحطوها على الحوض عشان نغسل بيها ايدينا بالطريقه دي. وتجيبي طبعا وهنبتدي نعبي سائل غسيل المواعين، سوري يا بنات، غسيل الايدي. شايفين يا بنات شكله حلو جدا وموفر جدا جدا. تخيلي لو جبت العلبه قد اللي انا عاملاها دي بتبقى غاليه جدا. شايفين يا بنات؟ حابه والله يا بنات كلكم تجربوها. نص صابونه وتحط عليها 4 كوبايات ميه سخنه وتسيبيها لمده 4 ساعات، وبعدين بترجعي مره تانية بتقلبيها. شايفين؟ وبكده هيبقى معاكي احلى صابون ايدي في الدنيا كلها. ملك شويه. بعدين ادي يا بنات شكلها حلوه جدا. طبعا الكميه دي بترجعي، ممكن انا اعملها قدامكم، انا اعبي الباقي. قد ايه؟ كميه كبيره جدا يا بنات وهتريحك. طب انا هعبيها يا بنات وكده. بشكركم جدا. الكميه قاعده كلها زي ما هي. قد ايه كتيره، قد ايه موفره، جميله جدا جدا يا بنات. حابه كلكم والله تنفذوها. وبشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومع السلامه. يا رب الطريقه تكون عجبتكم. باي باي.